وفعلا هادشي ما كيفرحش منين كنسمعوا التلميذ في العمر ديالو 13 سنه كيدخل بموس وكيضرب تلميذ واحد اخر في العمر ديالو 14 سنه. تخيلوا معايا فين غادي بينا هادشي، واش غادي يولي هادشي عادي؟ وهادشي يلاه وقع نهار الاربعاء 3 مارس 2026 في واحد الكوليج بوغوغار دو لا روشيل. تخيلوا معايا، وهادشي دار قدام 24 تلميذ. كيفاش بغيتو دوك التلاميذ غادي يكونوا مركزين؟ اولا السؤال اللي كيبقى مطروح، واش هادوك التلاميذ غادي يوليو متاثرين بهاد الافعال هادي وغيوليو يديروا بحالهم؟ لا حول ولا قوه الا بالله، كلشي ولا خايف. يعني المؤسسات التعليميه اللي هي اصلا مكان ديال التربيه والتعليم والامن والامان، ولا الانسان خاصو يدخل وهو حاضي راسو. فالحمد لله كان تدخل ديال الاستاذه وكان تدخل ديال الاداره باش غادي يحبسوا هاد التلميذ اللي في العمر ديالو يلاه 13 سنه. الولد الاخر داو المستشفى، الحاله ديالو كيقولوا مستقره. وتخيلوا معايا ان تلميذ في العمر ديالو 13 سنه معتقل بتهمه محاوله القتل. لقاو بان ما عنده حتى شي سوابق مع البوليس، لكن الاسباب اللي دفعته يدير هادشي مازال غامضه ومازال مجهوله. قولوا لي شنو الراي ديالكم نتوما في التعليق في هادشي اللي ولينا كنسمعوا، وعلاين غادي يولي عادي هنايا في فرنسا. ولو ان خصنا نركزوا ونامنوا ولادنا بان هادشي شي حاجه اللي هي غير عاديه، لان هادشي ولينا بزاف كنسمعوه، وبالاخص هاد الفئه من الاعمار 13 16 سنه، وفين داخل المؤسسه التعليميه هنا في فرنسا.